طيب جيت لك المره دي وما اتاخرتش عليك بالجزء الثاني من تصميمات الطرق. المره دي بقى هنبدا نعمل ديزاين بطريقه الدمج اللي انت دايما بتشوفها وانت ماشي على الطرق السريعه، بعكس الديزاين اللي فات عملناها حاجه سوليد ما كانش فيها اي شغل دمج خالص وكان اعلان فورمال شويتين. هبدا اقول لك ازاي تجيب الصور، وهبدا اقول لك ازاي تدمجها، وهبدا اقول لك ازاي تظبط موضوع التايبو اللي هيتحط على الديزاين ده كله في اقل وقت ممكن وبطريقه سلسه جدا. فالمهم ما تنساش انك تصلي على النبي، تذكر الله، تعمل لي لايك للفيديو، مش هتخسر حاجه، اشتراك في القناه، كومنتك التشجيعي اللي بيفرق معايا جدا جدا وبيخليني ان انا ما اتاخرش عليك. فبس كده يا سيدي، يلا بينا نخش على الشرح. طب يا سيدي هبدا اروح معاك على الفوتوشوب، تمام، وهنبدا نفتح مقاس عرضي يكون مشابه للمقاسات اللي انت بتشوفها على الطرق. طبعا المقاسات اللي على الطرق زي ما قلت لك الدرس اللي فات بتكون مثلا 25 متر عرض في 10 ارتفاع، او اكتر شويه او اقل شويه، فبتبقى دايما في الحتت دي. ولكن احنا هنبدا نفتح مقاس بالبكسل يديك مقاس مشابه للمقاس اللي هو بالسنتيمتر الكبير قوي، علشان بس الدنيا ايه ما تبقاش تقيله معانا. فانا هبدا اعمل 4000 بكسل عرض في 2000 بكسل ارتفاع في ريزوليوشن 300، وهبدا اعمل كرييت فيديني المقاس العرض شويه ده اللي هيكون فعليا شبه البيلبورد الكبيره اللي انت بتشوفها على الطرق. تمام. طيب مبدئيا بنبدا نروح لمرحله الصور. اول حاجه ابتديت اعملها هنا على ادوب ستوك بعد ما رحت هناك، او اي موقع مش هتفرق انت بتحمل صورك منين، وهبدا اكتب طريق بالشكل ده. فببدا ادور على الصوره اللي انا هحس منها ان انا اقدر اظبط عليها كل الامور بتاعتي والعناصر وكل الكلام ده. فابتديت انزل شويه، كان في طبعا اكتر من حاجه شكلها كويس، ومنها الصوره دي شبه اللي احنا هنشتغل عليها، لحد لما لقيت الصوره دي. تمام. طبعا بعد ما هنبدا نظبط فيها الصوره هتروح في حته تانية خالص، فهبدا اشدها معايا على المقاس اللي انا قلت لك عليه، وهبدا اعكسها بس كليك يمين واختار الفليب اللي قبل الاخيره، وبعد كده هبدا اكبر الصوره شويه بالشكل ده. تمام. طيب وبعد كده جيت هنا عند شطر، ابتديت احط له كلمه اطارات بالانجلش وجنبها كلمه مان، فهيبدا يجيب لك ناس كتيره قوي من اللي هي بتبقى شغاله في الاطارات والكاوتشات والحاجات اللي انت شايفها قدامك دي. فقمت عامل داونلود للصوره اللي انت شايفها قدامك، والصوره الثانيه دي جبتها بنفس الطريقه عادي. طيب موضوع الاطارات ده كل اللي انا عملته ان انا اخدت كلمه اطارات فقط على ادوب ستوك، وبما ان ادوب ستوك بيبقى فيه صور بي ان جي، فانا ببدا اكتب بي ان جي فبيجيب لي حاجات كويسه جدا بالشكل اللي قدامك ده. فابتديت اختار الصورتين من الطريقه دي. تمام كده الصور، تمام كده كل حاجه، والراجل زي الفل. تمام، مش عايزك تحس ان الموضوع صعب في اي حاجه يعني. طيب موضوع العربيه ابتديت اكتب برده كار بي ان جي بالشكل ده على ادوب ستوك برده، وابتديت انزل 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 لحد لما لقيت الصوره اللي هنشتغل عليها اللي هي تحت على الشمال دي. تمام يا سيدي كده زي الفل. تعالى بقى نروح على الديزاين بالشكل ده. اول صوره هختارها معايا صوره الراجل، طبعا هبدا اشده كده وهسيبه لك بي ان جي بالشكل اللي انت شايفه ده. خليني بس اصغر شويه. لو انت حاسس انك عايز ترفع الديزاين لفوق سنه ما عندناش مشكله، علشان يبقى معاك المساحه بس كويسه نقدر نكبر فيها الراجل بالشكل اللذيذ ده. تمام. الصوره الثانيه هجيب صوره العربيه بالشكل ده، وبما انها العنصر الثاني اللي انا عايز العين تبدا تروح، يعني انا عايز العين الاول تروح على الراجل ثم العربيه، فلازم بنخلي العربيه تكون اصغر في الحجم شويه فتديك عمق او تديك بعد في الصوره، فبالتالي عينك طبيعي هتروح على الحاجه الكبيره ثم الحاجه الاصغر، وده بيتسمى التسلسل البصري. ركز معايا. تمام. طيب علشان اعمل شادو سريعا بعد ما ظبطت موضوع العربيه هعمل كنترول جي، وهمسك اللاير اللي تحت كنترول تي، وهبدا اثبت 7 على الكنترول، وهسحب الجزء ده ناحيه تحت كده، وبعد كده هبدا ارفع اللاير كده لحد ملحم الاتنين في بعض اهو مثلا بالشكل ده. انا دايس كنترول وبتحرك بالنقط اللي قدامك دي لحد ملحم كل حاجة بالشكل اللي انا هبقى شايف ان هو كويس، وبعد كده هعمل كنترول يو، وبعد كده هخلي اللون ده يكون اسود. تمام. طيب هبدأ اطلع عند فلتر وهعمل بلور وهختار الموشن، وبعد كده هبدأ بالموشن هنا حاجة بسيطة قوي، هبدأ ازود في الموشن شوية صغيرين كده بالشكل ده، وممكن هنا نقلل الاوباسيتي بالشكل ده. تمام. طيب هنا الكاوتشات لازم نغمقها من تحت. خليني بس اشد الشادو شمال شويه كده، وبعد كده هقف على لاير العربيه نفسها اهو، هعمل نيو لاير فوقها وكنترول الت جي. تمام. وبعد كده هجيب اداه الجريدينت تول، وهخلي هنا الجروب ده يكون اللون هنا اسود على الشمال واللي على اليمين مربعات، وهعمل اوكي. وبعد كده هبدا اشد من تحت لفوق كده، فهبدا اغمق خفيف جدا الكاوتشات بالشكل البسيط قوي ده اهو، علشان الدنيا دي ما تبقاش ايه منوره من تحت. تمام. وممكن نزوم بعد كده ونعمل نيو لاير تحت اللاير بتاعه العربيه هنا كده بالظبط، وهبدا اجيب البراش تول وهبدا ادي شادو هنا كده في الجزء ده، وهبدا احط الشادو ده تحت الكاوتشات بالظبط، وهبدا اقلل الاوباسيتي بتاعته بالشكل ده اهو كده الت، وبسحب عشان اعمل كوبي. ممكن اعمل واحده في النص والحم الاتنين في بعض خفيف، وبعد كده ابدا اقلل الاوباسيتي كده بالشكل ده. يعني تاتشات بسيطه ولكنها بتفرق طبعا، مثلا لحد ما شكلها كويس. طيب هبدا ارجع لصوره الاطارات
وهبدأ اخد مثلا صورة زي دي، طبعا زي ما قلنا علشان عينك تروح دايما عند الحاجة الاكبر اللي هو الراجل، فببدأ اصغر كل العناصر الموجودة بشكل ما يبقاش وحش. تمام. ونفس الخطوة بتاعت الشادو، كنترول جي وبمسك اللاير، كنترول تي، ثبت صبعك على الكنترول وابدا اسحب الشادو ناحيه اليمين كده، على اساس ان مصدر الضوء اللي جاي هيبقى من على الشمال. بس بما انه مصدر الضوء هنا مش قوي قوي، يعني هو قوي خفيف، فانا هبدا ارمي الشادو يمين، ولكن في لايت في العربيه هنا شمال اهو ويمين، فعشان السماء برضو منوره كلها من ورا، فاهمني، مش مظلمه مثلا من على اليمين قوي. وكذلك برضو الشخص هتلاقي ان في نور جاي من قفاه ورا اهو، واليمين برضو منور، فاحنا مش هنضلم حاجه، هنعتبر ان السماء كلها منوره ولكن في قوه اضاءه من هنا، فانا ببدا ارمي الشادو يمين بناء عليها. تمام. هبدا اعمل اوكي، كنترول يو، ببدا اسوت كده الليله دي، وبعد كده موشن بلور خفيف اهو. تمام. ونفس الخطوه هنقلل بس الاوباسيتي الاول، هبدا اقف على اللاير بتاعه الاطارات، نيو لاير فوقها، كنترول الت جي، وببدا اجيب اداه الجريدينت تول وبسحب كده علشان اغمق اخر الموضوع ده بالشكل ده. تمام. طيب الشخص ده هبدا برضو اشده معايا، وهنبدا طبعا نصغره وهنبدا نعكسه ونحاول نظبطه مع نفس حجم العربيه، يعني ما يكونش كبير قوي ولا صغير قوي، حاول تظبطه كانك شغال على العربيه والراجل بس، علشان بس ايه عينك ما تتوشي والمنظور يبوظ منك، كأنك انت شغال على الاتنين دول بس لحد ما تحس ان هو حجمه طبيعي ومتماشي مع موضوع العربية. وهبدأ اعمل نفس خطوة الشادو اللي عملناها في كله اهو، كنترول يو، وهبدأ اسوت كده، وبعد كده الموشن بلور، وهبدأ اقلل الاوباستي، وهقف فوقه نيو لاير، كنترول الت جي، اداة الجريدينت تول، وهبدأ خفيف كده ايه هغمق اخر رجلي بالشكل ده زي الفل. ممكن نطلع فوق خالص نعمل نيو لاير فوق خالص، وهبدا اجيب اداه الجريدينت تول وهغمق اول الديزاين من تحت بالشكل ده اهو. تمام. على اساس ان الدنيا كلها تبقى منوره من ورا، وهنا الدنيا تبقى هاديه علشان عينك برضه تبقى مرتاحه شويه. فانا لما حسيت ان الجزء اللي هنا ده فاضي شويه، قمت رايح على ادوبي ستوك وابتديت اكتب طريق مثلا مدينة بالشكل ده، وابتديت انزل كده احاول اشوف ممكن نغطي الجزء اللي انا شاورت لك عليه بايه. كان في مثلا حاجة زي اللي على الشمال دي ممكن نستخدمها، ولكن سبتها ونزلت لقيت ان ممكن يكون الكوبري ده يدينا شكل كويس. ولكن خليني قبل الخطوه دي اخدك معايا لحاجه سريعه كده. دلوقتي فونت حمد الاصدار الخامس نزل، تقدر تطلبه بسعر رمزي جدا جدا. الفونت موجود معاه 11 جيجا مميزات، وخليني اقول لك هم ايه. اول ما بتستلم الملف بيبقى فيه جزئين، الجزء الاول اول ما بتفتحه بتلاقي فيه كل الملفات دي حاجات بي ان جي وفونتات عربي وانجليش ومكتبه لوجوهات ومكتبه تايبو كامله وكبيره بالشكل ده، بتقدر انك تاخدها وتعدل عليها الستريتور او تعمل فيها كل اللي انت عايزه. طبعا هي لسه بتفتح فقدامها كتير. تمام. في الجزء الثاني بتلاقي برشات، فلاير، باك جراوند، منيو، موك اب، فيكتورات، اكلات مصريه، وصور كتيره جدا جدا. فكل المميزات دي بتتعدى ال 11 جيجا واكتر، وكل الكلام ده بسعر رمزي زي ما قلت لك. في رقم واتساب ظهر قدامك تقدر تتواصل معايا عليه، او لينك تحت هتضغط عليه هحولك للواتساب تتواصل معايا عشان اقول لك باقي التفاصيل وبس كده. فابتديت اخده معايا وقصيته اهو، وهبدا اخليه يكون تحت خالص بالشكل ده، وبعد كده هبدا اصغر فيه كده شويه. مثلا هخلي العمودين يكونوا ورا العربية بالشكل ده، ممكن نضمه كده شمال او يمين على حسب انت حابب تخليه ازاي. الولد ده ممكن نخليه شمال سنة. وبعد كده هبدأ ازوم علشان اكتب الجملة بتاعتي هنا كده في نص الكوبري ده، هبدأ اكتب معاك وهبدأ اكبرها، وبعد كده هبدأ اخليها تبقى ميل شوية كده، واخلي لونها يكون ابيض. وبعد كده هبدأ اسحب كده واكتب على، وهعمل كاشات كده كنترول جي كل برضو اهو، وهبدا اصغر، اخلي كلمه على كل دي تكون هنا مسطره، يعني هنا قد دي قد دي ودي قد دي. تمام. وبعد كده هسحب وهبدا احط كلمه طريق بالشكل ده، وهبدا طبعا اكبرها كده بالشكل ده، ونخلي الثلاثه قد بعض. تمام. بعد كده هبدا ازوم، هعمل نيو لاير، وهبدا اجيب البين تول، وهبدا ارسم كده حاجات زي الحاجات اللي هي بتديك شكل سريع كده اهو. وهبدا ارسم واحده مثلا الجنب ده، كنترول انتر، وبروح عند السوليد كلر وبخلي لونها يكون ابيض بالشكل ده، فبتديك يعني لقطه كده شكلها حلو يعني. تمام. بعد كده همسك كل اللايرات بتاعه التايب فقط، هعمل لها كنترول جي بالشكل ده، وبعد كده كنترول جي علشان اعمل كوبي من الجروب، وبعد كده كنترول اي علشان اعمل ميرج للجروب، وكنترول يو هخلي اللون يكون اسود، وبعد كده كنترول تي وثبت صبعك على الكنترول وابدا اسحب الجزء ده من على الشمال لتحت كده علشان انزل شادو من جنب واحد، وهبدا اقلل الاوباسيتي حاجه بسيطه قوي ما تبقاش كتير يعني. تمام. لما تيجي تبص هتلاقيك ان انت رصيت العناصر ما اخدتش وقت، والموضوع سهل فعليا، مش محتاج ابدا انك تتعب نفسك في اي حاجه تماما. طيب انا ممكن اقف على اللاير الباك جراوند اللي ورا، وهبدا اعمل نيو لاير فوقها على طول، هبدا اجيب اداه الجريدينت تول، وهبدا اخلي المربع هنا يكون لون السما الغامق شويه،
وبعد كده هبدأ اسحب علشان انا محتاج بس اظلل شوية الجزء بتاع السما، ولكن ما يبقاش مظلل من على الشمال، يعني انا عايزه يبقى من على اليمين. فانا هبدأ ارفع الجزء ده وانزل بالجزء ده، فهتلاقي السما بقى شكلها احلى كتير. فلما تيجي كده تشوف قبل وبعد هتحس ان التظليلة دي فرقت شوية، ولكن مش محتاجينها تبقى في الجزء ده. فانا هبدأ اجيب الاستيكة وهقلل الفلو كده، وهبدأ ايه خفيف يعني انور الكلام اللي على الشمال ده. تمام يا سيدي. طيب تعالى نطلع فوق خالص وهبدأ اعمل color balance، ونبدأ كده نشوف انت محتاج تون الديزاين تبقى رايحة او رامية لفين. ممكن الازرق سنة هايلايتس هنا مثلا، وبعد كده ممكن نغير للسلكتيف كولر. وهنا في السلكتيف كولر زي ما قلنا كتير بتبدأ تختار كل لون لوحده. فانا هبدأ اجيب اللون مثلا بتاع السما ده وهبدأ اظبط فيه على حسب ما انا عايز اهو. بعد كده هروح للازرق وبعد كده هروح للابيض. بص معايا كده اللي بيحصل الرصاصي، هتلاقي الموضوع سهل جدا. تمام. طيب زي ما انت واقف كنترول الت شيفت اي علشان اعمل ميرج لكل اليارات بدون ما ابوظ اي حاجه. وهبدأ اروح للكاميرا رو فلتر بالشكل ده. هنا في الكاميرا رو بتبدأ برضو تظبط موضوع الاضاءه بتاعتك، موضوع الشادو، موضوع مش عارف الالوان، الحاجات دي كلها مثلا بالشكل ده. هاجي هنا عند افكت هبدأ ازود هنا شويه، وهنا حاجه بسيطه. ممكن ناجي هنا نظبط شويه في الالوان دي. هنا مثلا ممكن نخلي الديزاين يبقى من النص كده مديك زي زوم كده بسيط، وهنا هنبدأ نظلل شويه وهبدأ اعمل اوكي. تعال نشوف الفرق كده، هتلاقي الالوان شكلها حلو جدا جدا مع بعضها. حلو. طيب تعالى بقى نركب الموضوع على موك اب علشان تبقى فاهم بس القصه رايحه فين. وهنبدا نروح على فري بيك مثلا، وهبدا اكتب له هنا موك اب بالبورد بالشكل ده. بص معايا اختار اي موك ابس انت شايف ان هي شكلها حلو. احنا ممكن مثلا نختار حاجه زي دي علشان شبه المقاس اللي احنا اشتغلنا عليه. فهبدا اعمل داونلود وهبدا اعمل فتح من هنا، وبعد كده هفتح ملف بي اس دي بالشكل ده، وهبدا دبل كليك على الديزاين اهو. وكل اللي هعمله ان انا هبدا اشد الديزاين بتاعي على المقاس ده اهو مثلا كده، وهبدا اقفل الصفحه دي وادوس له يس. لما تيجي تبص كده هتلاقي ان هو تركب بدون اي مشكله خالص. وهنا في الاضاءات او السبوتات دي ممكن نقلل فيها. تمام. ممكن نحط باك جراوند غير البيضه، اللي هو مثلا هقف هنا كده واروح لملف الجي بي جي بتاع الملف نفسه، لان هو للاسف شال لي السما. فانا هبدا اعمل سيلكت على الجزء بتاع السما ده، وهبدا اعمل كليك يمين راسترايز ديليت. فهبدا اشيل الكلام ده وهبدا اخلي البيلبورد بالسما بتاعته. لو عايزين نوسع او نفتح الاضاءه عادي اهو. لو السبوتات عاليه او ممكن نقللها. المهم ان انت ممكن حتى لو الموك اب ده ما عجبكش ممكن تجيب موك اب تاني بالشكل اللي انا قلت لك عليه. زي ما قلت لك اعلانات الطرق هي لازم بتبقى صوره وكلمه، ما ينفعش ابدا انك تحط زحمه، لان الحاجات دي بتبقى على طرق سريعه والشخص بيكون سايق، فبالتالي ما ينفعش احط له اي زحمه خالص. فالمهم يا سيدي ابدا بقى احط اللوجو والهوت لاين وكل الكلام اللي يعجبك ده. واتمنى انك ما تبخلش عليا باشتراك في القناه ولايك للفيديو كومنتك التشجيعي. وبس كده يا سيدي. هنا اقدر اقول لك ان انا وصلت معاك لاخر الدرس. ما تنساش بقى انك تشترك في القناه علشان اللي جاي زي ما قلت لك هتكون حاجات قويه جدا جدا. وما تنساش كمان انك تصلي على النبي في قلبك. اشوفك على خير. سلام.